سنة وانتم طيبين. رمضان كريم علينا وعليكم. حلقة جديدة من برنامجنا سين وجيم مع براء إبراهيم. حبيبي انت بتصورني انا تمام؟ اعيد. السلام عليكم. حلقة جديدة من برنامجنا سين وجيم مع براء إبراهيم على السوشيال ميديا. بيقول لك كان في مرة واحد. يلا بينا نشوف فيه ايه. عامل ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ زي الفل. انت مالك فيه؟ زي الفل اهو. الناس اللي في الجامعة في الحر كده. بنظبط ارتجالات وكده بقى. انا بتظبط بنات. لا يا عم، بنظبط ارتجالات. طب انا اسمك ايه طيب؟ الجوهر، ياسين الجوهري. ياسين الجوهري. اسم فني. ربنا يخليه. بص انا اسالك ايه، احنا نكتب الكتاب ده فيه؟ لا مش فايق، بس فاهم عشان لسه جاي. مش فايق باين عليك. تمام. ده اسباب طبيعية ولا غير شرعية؟ لا عدم الفوائد. لا صيام بقى وكده. ده في رمضان يا عم، فوان ايه؟ عشان بقى بقعد اتكلم هتقعد تتكلم بقى تصاحبني؟ لا طبعا. مش عارف الدبانة دي مالها. مش عارف الدبانة. قريبتك يلا ولا ايه؟ المهم عايزين نكتة او موقف كوميدي حصل لك. ممكن احكي موقف كوميدي. اشجيني بقى يلا. ايام زمان يعني. كنت انا صغير وفي بنت معانا في العماره صغيره برضه. ف يعني هو مش عماره يعني بتاعتنا، كانت عماره عند ناس كده وبتاع. ايوه. فالمهم في مره يعني انا كنت مفهم البنت دي ان انا جامد جدا وبتاع، وهي عشان كمان ان هي عبيطه وصغيره يعني صدقت الموضوع ده. سؤال بس، انت رابط ليه الحزام ده؟ انت سايق؟ عشان مخالفه. المهم يعني معرفه ان انا جامد وبتاع ومفيش مني اتنين. فالمهم في مره كنت نازل في الاسانسير. عارف لو اللي انت بتقوله ده ما بيضحكش. الاسانسير عطل بيا. قعدت بقى اصوت واصرخ والحقوني وبتاع وعيطت، وفجاه لقيت حد بيسحبني من الدور ال 12. بفتح الباب لقيتها في وشي. كنت سحبت يعني، وقفت وانا في الدور ال 10. يعني هي انقذتك؟ فبس انا كنت بصوت وبصرخ يعني. انقذتك من الدور الكام؟ ال 12. من ال 12؟ هي سحبتني من ال 12. وهي كانت فين؟ هي كانت في ال 12 وانت كنت فين؟ في ال 10. محبوس في الدور يعني العاشر. فرق الدورين. عارف قانونا لو كانوا 3 ادوار كنت تكتب عليها البت دي، بس ما ده اللي بيضحك صح؟ اتمنى لو حد ضحك يا جماعه يقول لي عشان انا عارف اجيبه. مفيش حق. انت قلت موقف كوميدي، انت لو كنت حضرت نكته بقى؟ ايه؟ عندك نكته؟ ممكن يكون عندي نكته. عارف ليه الليمون بيختفي الساعه 4؟ عشان ده وقت العصر. امشي. انا اسف. لا من غير سلام. انت كليه ايه؟ قصور. ربنا معاك يا رب. حقوق؟ نازله ليه؟ تتحملوا كنت ولا؟ بقلق. مرة واحد كان رغيف كامل زعل. عايزين نكته او موقف كوميدي بس. تعالي رايحه فين؟ راجع ايه؟ هو فاصل؟ انتوا بتضحكوا ليه؟ انا بضحك اللي انا بعمله ده وسامه مش تقريبا الكامل يعني ولا ايه؟ مش عارف. خلاص. طب ما صاحبتي نكته او موقف كوميدي بيضحكوا، انت ما تنطقيش تاني. قشطه ماشي. عندك حاجه؟ ايوه. مرة واحد قرع جات له الفكرة اتزحلقت. انا كنت انا اللي هقع. حرام عليك يا شيخ. موقف كوميدي حصل بس يكونوا بيضحكوا. ابوس ايدك. ماشي. بيقول لك مره واحد اسكندراني جه مصر اول مره، جه القاهره اول مره. شاف الاهرامات قال الله كل دي جبنا نستو. عارف كل ايه؟ تصور. عشان في اثاره دخلنا بقى الاهرامات في النكت وبتاع. ولا ايه النظام؟ في اثاره فاتح سوبر ماركت اهرامات وجبنا نستو. عندك موقف كوميدي؟ لا ولا نكته والله من اللي انت قلته. كليه ايه؟ اداب. كليه مهمه دي جدا. المجتمع. لا انا مش قادره اقول. المهم خلاص انا بنتكلم بعد السؤال ليه؟ مره فنجان وفنجانه. الاثنين متجوزين. فنجان ولا فنجاله؟ فنجان. وفنجان. فنجانه. خلاص احنا انت عشان في اداب بقى. اداب ايه؟ قسم ايه؟ علم اجتماع. طب مالهاش علاقه باللغه العربيه طيب انا اصلا سقط عربي. تمام. يا صاحبتك بتضحك ليه؟ يعني جملكي قوي. مره فنجان اتجوز فنجانه. ايوه. عملوا خناقه قال لها طلقك. قامت قالت له طب والطفل اللي في بطني؟ هو ده النكته اللي قلنا عليها بتضحك؟ لا انا معروفه ان انا دمي تقيل. صباح الخير. صباح الفل. صباح النور. صباح القشطه. ايه بتردد ليه اللي انا بقوله؟ ما ارد عليك في ست كلام. ضمير يعني صدى الصوت. بس عندي موقف كوميدي كتير. مش فاكر ولا موقف منهم. ماشي خلاص. خلينا نقول نكته. ماشي اتفضل. حلو. وخلينا يعني ان شاء الله تضحك يعني. باذن اطهر وشي ولا؟ لو مش بتضحك مش هننزلها. ماشي اتفضل. ماشي ده وعد يعني. اتفضل. ما قلنا اتفضل. انت مذيع عصبي كده. مش هتكلم. لا انا عارف ان انا عصبي، انما انا ممكن ابهدل الدنيا. مره نقاش شغال في عماره، فهو شغال في السطح فوق بيخلص الواجهه بتاعت العماره، فهو شغال وقع. وقع فوق السطح. النقاش. النقاش هو اللي وقع.
النقاش وقع أيوة. فاهم، بس هو كان مربوط بحبل، فوهو بيقع ما وصلش الارض يعني، الحبل شد. سوسته ولا حبل؟ لا حبل. سوسته ممكن. لا هو شدوا متخيل بالحبل الموضوع. وهم جيوا شدوا له عمال. تمام. اتفضل. فالراجل حس عجبته الوقعه دي بصراحه، انا كده ما حصلوش حاجه، فضل متعلق حابب بالحبل. يجرب. فتاني يوم وهو رايح الشغل راح لصاحبه يشتري منه حبل. اه. تمام. فاشترى حبل طوله 26 متر والعماره طولها 30 متر. استنى، هو كاتب النقطه دي مهندس معماري. بدل ما ودوها النقابه الفنيه ودوها نقابه المهندسين تتضايق. فالعماره طولها 30 متر فهو اشترى حبل 26 متر. ايوه. تمام. فراح وقام ربط نفسه بالحبل تاني وهو شغال قام نط. المهم نط راسه رشقت في الارض ومات. كده بوظ النقطه. خلي بالك. ماشي يا عم، بص الناس حاجة، اتجمعوا. هي بايظه خلق. فراح للراجل قال له هو ايه اللي حصل؟ قال له والله جه يشتري مني حبل 26 متر وهو عشان حبيبي قوي انا كرمته اديته 5 متر زياده. فقام وقع بالحبل. لو مش كوميدي. هنقول نكتة. ماشي يلا. وقتها احنا كنا بنفكر نعمل شيبسي، فروحنا حطينا بقى بطاطس يعني شيبسي. فرحنا حطينا البطاطس، بعدين حطينا فيها بقى شطة ومية، فاحنا جينا نحط المية في الزيت، بس وقتها ما كناش ثواني. مصفيين المية من بس بالراحه الزيت. انت بتجري. يعني ايه المايه في الزيت؟ انا في المايه في الشاي. إيه لا المية في يعني لما جينا نشيل البطاطس كده البطاطس فيها ميه. ايوه، فاحنا إيه ما اللي حصل؟ صفيناهاش كويس، فرحنا حطيناها في الزيت، فقامت الزيت ولع كده في الغاز، فوقتها راح المطبخ ولع. وقتها هما يعني من الموقف فخرجوا بره يجروا، وانا وقفت في المطبخ عماله اضحك مش عارفه اقول لهم ان المطبخ بيولع بس. ده الموقف الكوميدي. في نكته عندك بقى؟ اقول لك اتفضل. مره واحد بخيل دخل على ولاده ضربهم، عارف ليه؟ ليه؟ عشان لقاهم مشغلين المروحه على 3 وهم 2 بس. اللي ضحكت دي صاحبتها يا جماعه، صاحبتها كان باين كانت مع الاثنين اللي شغلوا المروحه.